السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. سمحوا لي غبرت عليكم بزاف. كنت دازت من شي مراحل تنقول ان هذا المحتوى اللي كندير ما كيستحقش حيت ما كاينش الدعم نهائيا، ولكن دابا رجعت وعندي الثقه فيكم انكم تعاونونا باش نكملوا ونديروا فيديوهات اكثر باش الناس يستافدوا اكثر. المهم نتمنى تكونوا كاملين بخير وما نطولش عليكم ونبداو الفيديو ديالنا. المهم الفيديو ديالنا ديال اليوم هو غنهضروا على شروط جداد اللي داروا بالنسبه للفيزا ديال تايلاند. كما كتعرفوا مؤخرا بزاف ديال الناس ولاو كيمشيو كيسافروا لتايلاند، وبزاف ديال الناس ما عارفينش الشروط وكيفاش ياخذوا الموعد وكيفاش يجمعوا الوثائق اللي مطلوبه بالنسبه للفيزا ديال تايلاند. المهم اليوم غادي نقول لكم بالنسبه للوثائق اللي تزادوا، بالنسبه للشروط اللي تغيروا، شنو تغير، شنو تزاد، شنو الجديد. المهم بقاو معنا وغادي نقول لكم كاع الحوايج اللي تحتاجوها باش تسافروا لتايلاند، وبعض النصائح عاوتاني اللي غادي تحتاجوها باش تكونوا في تايلاند قبل ما تسافروا لتايلاند. يلا بقاو معنا، وما تنساوش ديروا واحد لايك وديروا متابعه وديروا الجرس باش يوصلكم اخر فيديوهات، حيت ان شاء الله صافي كما قلت غادي نرجع اليوتيوب، ولكن عندي ثقه فيكم انكم تعاونوني بزاف باش نكمل في القناه هذه وكلشي يستافد. يلا بقاو معايا، طولت عليكم بزاف. المهم دابا غادي نقول لكم الوثائق كاملين اللي تحتاجوا، كلشي كاع هادشي اللي دار جديد. والمهم نتوما تبعوا معايا، اللي ما فهمش يعاود الفيديو. شي فخ دايز من هنا. المهم اللي ما فهمش يعاود الفيديو ويسمع شويه بشويه ويسجل داكشي عنده باش تسكتنا يسجل داكشي عنده وباش يعرف شنو غادي يحتاج. المهم نبداو دابا. اول حاجه غتحتاج جوج تصاور، بحال العبار ديال التصاور اللي كتستعملوا في الفيزا ديال اوروبا، وبحال التصاور اللي كتدفعوا باش تصاوبوا الباسبور ديال المغرب. يعني الباسبور المغربي هذوك التصاور اللي كان الحجم ديالهم يمكن 3.4 على شي حاجه، على 4.5 ولا 3.5. المهم نتوما تمشيو لا بغيتي تقولوا ليه بغينا تصاور بحال العبار ديال الفيزا ديال شنغن اوروبا. المهم جوج تصاور، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، من الاحسن يكونوا جوج بلا ما يكونوا ليغاليزي ماشي مشكل. التيكي ديال الطياره خصها تكون الي روتور. ريزرفاسيون ديال لوطيل، المده ديال البقاء ديالكم في الطياره المده كامله، ولكن تقدروا ديروا بري ريزرفيشن، يعني تدخلوا للموقع اغودا ولا اي موقع ديال الفنادق وكديروا الدفع لاحقا. يعني كيعطيكم سميتو كتاخذوا داك الحجز ديالكم في المده كامله اللي تجلسوا في تايلاند بلا ما تخلصوا. قبل ما قبل ما تسافروا لتايلاند من تخرج لكم فيزا يمكن لكم ديروا الغاء وتقطعوا الوطن اللي بغيتوا الايام اللي بغيتوا. المهم كما قلنا جوج تصاور ديال بحال عباره الفيزا، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، فوتوكوبي ديال الصفحه الاولى ديال الباسبور، تقدروا ديروا الصفحه اللي خاويه حداها حتى هي. كما قلنا ريزرفاسيون ديال الطياره على الروتور، الحجز الفندقي المده كامله اللي تجلسوا في تايلاند، وتحتاج واحد 500 درهم. واحد الفورمولير كيتعمر تاخذوه من السيت ديال السفاره ديال تايلاند اولا تمشيو للسفاره وتعمروه عندهم كما قلنا. وبالنسبه سميتو البنك، خصك توريهم لي غولوفي دو بنك ديال اخر 3 شهور، يعني اوراق البنك ديال اخر 3 شهور تكونوا كتخلصوا واحد 5000 درهم حتى ل 10000 درهم. تكون عندكم في الكونت 5000 درهم حتى ل 10000 درهم، اولا تكونوا كتدخلوا 3000 درهم على الاقل شهريا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحساب في البنك يقدروا يستعملوا ديال الاب ولا الام ديالهم ولا اي واحد من العائله، بشرط يدير لهم واحد الورقه انه كيتحمل المسؤوليه ديالو والمصاريف ديال السفر ديالو. كما قلنا هادشي اللي تحتاجو وصافي. هادشي اللي كتحتاجو غادي تشدو رونديفو. بالنسبه للرونديفو دابا راه ولاو الطلبات بزاف على الفيزا ديال تايلاند. الرونديفو غادي تشدوه على الاقل واحد 20 يوم، تيقول لكم 20 يوم قبل. المهم نتوما غادي تتصلوا بهم. المهم هاي النمره نخلي لكم النمره ديال السفاره، راه ما كيبغيوش يجاوبوا دغيا، خصكم تصونيو الناس كيتشكروا من هذه القضيه. وكنتمنى الا كانوا كيتفرجوا في الفيديو يقادوا هذه المشكله هذه ويجاوبوا الناس، حيت الناس راه بزاف ديال الناس باغيين يسافروا. المهم غادي تتصلوا بهم قبال نتوما كاع بغيتو تحيدوا الشك واحد 25 يوم كاع نتوما تصونيو عليهم. سمحوا لي كنهضر بالزربه باش ما نطولش عليكم. صافي هادشي اللي كاين، كتصلوا بهم قبل، كتشدوا سميتو كتشدوا كما كنقولوا الرونديفو ديالكم، كتمشيو نهار الرونديفو كتدفعوا داكشي ديالكم. غالبا كتخرج في 7 ايام 10 ايام كتخرج لكم الفيزا ماكسيموم 10 ايام. وصافي هادشي اللي كاين. وان شاء الله مازال غادي ندير فيديوهات اخرين على مثلا شنو تقدروا ديروا في تايلاند، شنو تقدروا فين البلايص اللي تقدروا تمشيو ليهم، شنو اللي ما تديروش في تايلاند، شنو اللي يعني بزاف ديال الحوايج اللي خصكم تعرفوها.
غادي نقولها لكم في فيديو اخر. كنتمنى على الا عندكم اي تساؤل تخليوه لي في لي كومونتير، وغادي ان شاء الله اذا شفت التساؤل كثير غادي ندير عليه ان شاء الله فيديو. ولا احتاجيتوا اي معلومات اضافيه غادي تصيفطوا لي ميساج في الانستغرام ديالي اللي هو هذا شوكا مارفي. المهم دخلوا عندي الانستغرام، مرحبا بكم، نجاوبكم على الراس والعين. كان هذا هو الفيديو ديالنا، شكرا بزاف، سمحوا لي على التعطال وكنتمنى الدعم ديالكم. شكرا بزاف ونشوفكم في فيديو جديد. بيس.